5 مشروبات مش هتلاقيها غير في الصين، هقول لك ايه الطعم وما تيجي تجرب بنفسك. اولا البزاز، هو بطعم المانجا بس هو مش مدي قوي على مانجا، يعني هو لسه مانجا مغشوشه، لكن هو يتشرب في الصيف طعمه كويس طبعا من 10. الشاي الصيني، الشاي الصيني طبعا كلنا عارفينه، ولكن هنا بيتباع في ازايز، ان هو ريحته شاي، يعني انا لو في الصحراء مش هشربه. لما تيجوا الصين ما تشربوش البتاع ده. 0 من 10. الريد بول الصيني حلو، 8 من 10. طبعا انت هتقول لي ايه ده؟ يعني ولا هو منه زبادي ولا هو مشروب طاقة، هو حاجة كده ايه في النص. طعمه سيء جدا، 1 من 10. نيجي لآخر حاجة، تبلك درينك ميلك، مشروب لبن ورسمين حمو بيكا على الكنز. حلوة أوي أوي أوي، تحسه عامل زي الحليب المكثف. 9 من 10. شوفوا انتوا عايزين تشوفوا ايه تاني اكتبوا لي في الكومنتات وانا هنزل اصور. 5 سناكس مش هتلاقيهم غير في الصين. طبعا بعرف اقرا صين. كله جزء من جزء وجزء من هو ريحته زيت، ده معمول من الزيت. تعال نجرب. بسم الله. هو مزيت مشطشط وطعمه حلو، توابل فيه وبهارات، طعمه حلو جدا. 8 من 10. تاني حاجة معانا البيض الصينية. البيض الصينية بيض ما يعني محطوط عليه توابل كتير، بحسها بيض الديناصور. شكلها مريب بس طعمها كويس. 6 من 10. تالت حاجة معانا وهي رجول البط، هي مجلدة شوية، هنديها برضه 6 من 10. رابع حاجة معانا وهي أعشاب البحر. حلوة أوي أعشاب البحر، مشطشطة شوية، جميلة، لا جميلة فعلا. 9 من 10. ما تسألنيش إيه ده، هو حاجة زي البطاطس شوية، يعني هو مش لحوم، هو لكن هو متبل، يعني بيقولوا إن هو حامي جدا. بسم الله. إيه يا اسطى؟ مزيد بطريقة رهيبة. زيت ولكن هو مشطشط وطعمه حلو جدا، بيدوب كده في الوش. 10 من 10. ودي كانت تجربة الاخطبوط ده ني يا جدعان. النهارده هكون تجربة السوشي الصيني وايه الفرق ما بينه وما بين السوشي الياباني. الدليفري هنا عندهم بيوصل بسرعة جدا. والله شكله شهي جدا. طبعا احنا مش بنقيم السوشي بريحته، احنا بنقيمه بطعمه. بسم الله. اول حاجة طبعا الصوص، نبدأ بحاجة طبيعية جدا والنتائج أفظع. طبيعية طعمها حلو، مفهوم البيض اومليت، جواه رز مع الوش سوشي من غير صوص. زي الراجل ده من الكرش. زبدة خيار تحس السوشي كله زي بعضه لما تحط عليه الصوص. أول أطعمة الفانسية تونة على الوش ملفوف ببيض، شوف الزفارة. مركب سي تقريبا 10 بعد. دي حلوة. تجربة الاخطبوط. أنا عرفت المشكلة فين، أكيد عشان ما حطيناش عليه صوص الصويا. دلوقتي أكيد طعمه حلو. لا مش عارف إيه أوحش حاجة في السوشي. ودي كانت تجربة السوشي. امبارح كنت في السوبر ماركت الصيني ولقيت مش عارف ايه ده. نبدأ بالجيلي ده، وطعمه جيلي. تحت فيه طبقة تانية وطعمه اوكي، يعني لو هتجيبوا طفل مثلا او حاجة نديله 8 من 10. تاني حاجة وهو نوع جيلي برضو ولكن هو بالأناناس، جيلي بالأناناس.
طعمه يعتبر زي الأولاني، هو بس النكهة بسيطة جدا من الأناناس، ولكن هو زي اللي قبله. 8 من 10. ده إيه بقى ده؟ أنا حتى مش عارف هو يتفتح إزاي. هو جيلي برضه، جيلي تحسه بجوز الهند. مش عارف صراحة هو معمول من إيه بالظبط، ومش حاسه أوي. يديله 4 من 10. ده طعم تاني منه، طعم فراولة. عارفين. ورجعنا لكم بآخر حاجة معانا، هو لبن تقريبا. تحس السمين فعلا يعني في التعليب أو التغليف جامدين جدا، ولكن هي الحاجة اللي جوه ما تعرفش الصراحة معمولة فين. تحس جوه شكله هو معجون سنان، مزاز بسيط وطعم جيلي. 0 من 10. ودي كانت حلقتنا مع أغرب 5 جيلي في الصين، وفي حاجة اكتبوها لي في الكومنتات تحت. أنواع الشيبسيات دي مش هتلاقيها غير في الصين. ده الشيبسي بتاع الهوت بوت، وده الشيبسي بتاع القلقاس، وده الشيبسي بتاع البوفتيك او الستيك، وده الشيبسي بتاع المحار بتاعت البحر بالدقه والثوم، وده الشيبسي بتاع السمك يا جماعه. وهنبلع بشاي الليتشي ولاكتوز اللبن. وعشان الناس اللي هتسال، اتاكدت يا جماعه من مكوناته وما فيش اي حاجه خنزير. الفيديو ده مش اعلان لليز، ولكن انا كل المنتجات اللي لقيتها كانت ليز واطعام جديده نازله هنا في الصين، فقلت نجربها مع بعض. نبدا بطعم السمك، ننتهي بالبوفتيك. تملى ليميتد اديشن اهو، يعني دي كميه محدوده. وهنبلع واحنا بناكل، هنبلع بميه ملح الليتشي والشاي الاولونج، وهنبلع برده بلاكتوز. وعليه برده مكونات ما فيهوش خنزير، ما فيهوش لحم خنزير، وما فيهوش اي حاجه خنزير. هو تقريبا رسمين كلب هنا على البتاع، مش عارف الكلب مرسوم ليه، ولكن ما اعتقدش ان هو يبقى لبن كلب. بسم الله. طعمه حلو قوي، طعمه زي الجبنه، مش مشطشط، ولكن هو طعمه فعلا يعني ممزز شويه وطعمه حلو. ما كنتش متوقعه، ولكن شيبسي ليز بالسمك هديله 9 من 10. انا متشوق جدا لان انا اجرب الطعم ده. ده هنا في الصين اسمه خوجو او اسمه هوت بوت. الهوت بوت ده اللي هو بيبقى زي ما انتم شايفين كده، هي بتبقى حله تحط فيها جميع انواع اللحوم والخضار، تتسلق كده في الميه، بس تبقى ميه عليها توابل كتير، تقوم واخد الشوب 6 تقفش بيهم، وتقوم مغمس كده بسلطه طحينه او سلطه يعني عامه، وعين بتاكل. ده بقى بالطعم ده، تعالوا نجرب. ريحته فعلا ريحه الحله دي. هو شيبسي بطعم الطماطم، ولكن بيحس ان الطعم فيه بتاع الطماطم غالي جدا، طعمه حلو قوي. ده لو انا عايز اكل شيبسي طماطم هجيب ده، 9 من 10. الطعم ده هو اكله صيني، هي بتطلع من البحر الاويستر دي، وبيعملوها بالطريقه دي على الفحم، وبيتحط على الوش توم دقه. هو ريحته توم شديده جدا، لان الاكله دي اصلا التوم بيبقى طعمه غالب قوي فيها، مش مطمن. فاكرين شكل الشيبسي اللي بتاع السمك اللي قلت لكم عليه شبه الجبنه؟ ده بقى هو السمك بجد، حبه بصراحه. 5 من 10. نبلع باللاكتوز، طعمه خوخ، وطعم اللاكتوز غالب قوي فيه، وهو لبن. بكره نكمل. انواع الشيبسيات دي مش هتلاقيها غير في الصين. شيبسي بالقلقاس وشيبسي بالبوفتيك، وهنشرب شاي بميه ملح وليتشي. بص يا جماعه، كله مكتوب بالصيني، معلوش اي حاجه بالانجليزي، لان هو تقريبا ما بيباعش غير في الصين يعني، فهي مش اعلان. بصوا كده، ريحه التوابل فيه حلوه جدا. لا، المشة بتاعته مختلفه. مش عارف انا ليه بقول كده، بس الشيبس ده تحسه هيلثي، يعني هو مفيد للصحه. هي فعلا ما فيهاش طعم، تحس ان انت بتاكل بطاطس من غير اي نكهات، مش حابه، بس ريحته حلوه. شاي اولونج ليتشي مملح. هو طعمه فعلا شاي بالليتشي وحلو قوي. فانزاتي ياكله الاول، مش تاكله؟ ماشي. هو في نكهه من اللحمه، وفعلا في نكهه من الدقيق او العيش اللي على اللحمه، فطعمه غريب شويه ولكن كويس في نفس الوقت. مش عارف ليه اكل شيبسي بطعم ده وما اكلش واحد بطعم الجبنه. طعمه حلو وجميل. ودول كانوا 5 اطعام شيبسي في الصين، حبيت اشارك طعمه معاكم. سلام. النهارده هنجرب 5 حلويات من السوبر ماركت الصيني. ايه ده؟ هنبدا بيه. هنبدا هو تقريبا مشروب مش جيلي. على بق واحد، يلا. مش عارف. هو جيلي مش مشروب، عشان تشوفوا بس. هو جيلي بطعم لا شيء. كنت عايز اجرب الطعم التاني، ولكن هجربه عشان مش عارف راسمين ايه تحت. طعمه زي الاصفر بالظبط. بس طب ناخد بقى يعني نشرب حاجه اناناس، عشان ايه نروق على نفسنا. طعم الاناناس شكله معجون سنان زي اللي كان قبليه. بص كده، معجون سنان، وحاطين فيه البلاستيك اللي جوه ده.
يعني انا بجد بتعب او بنزل حاجات انا مش عايز اكلها والله عشانكم، فتنسوش تعملوا لايك طب وطلعوني اكس دور. الاخضر اكيد طعمه احلى. هو مش جيلي، هو بلاستيك، فاحنا هنقيمه على انه بلاستيك. بالنسبه لتجار البلاستيك اديله 5 من 10. لو عايز تاكل جيلي ما تجيبش ده، مش هنقيمه اصلا. ودي كانت حلقتها مع اعفن الحيوانات، مع اغرب الحلويات في الصين. صرصار مع يمشي هيقف في زوري. يلا بينا نحط في كيس تاني. ريحته عامل زي الليمون المخلل. حادق حادق وممزز. بنسبة 99%. العيش الصيني المحلي كله مسكر. نكمل الطبق برضه عشان ما نبقاش وزرنا. عيش مسكر وكيمشي مخلل. الكيمشي ده يا جماعه ليه طريقتين حلوين في الاكل. واحد ان هو بيبقى مع الفرايد رايس او الرز اللي هو محمر، وحلو جدا ان هو يتاكل مع الباربيكيو. طعمه كده ايه، في مزه جميله. ودي كانت تجربه الكيمشي في الصين.